وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فضلت فترة كبيرة أسأل السؤال ده لنفسي وأسأله لأي حد يعني أحس إن هو متفوق وناجح وكده، إيه اللي بيخليك عندك شغف وأنت بتذاكر؟ بتجيب منين إنك كل يوم يبقى عندك باور وعندك طاقة إن أنت عايز تذاكر وتخلص اللي وراك؟ بتجيب منين الصبر على المذاكرة وإن أنت عايز تخلص اللي وراك بغض النظر عن إن أنت بتكون منهك وتعبان ومش قادر؟ إيه اللي بيخلي عندك شغف وعندك روح إن أنت تذاكر؟ إلى أن اكتشفت المفاجأة الكبرى، وهي إن مش كل اللي بيذاكروا أو كل اللي بيعملوا أي حاجة في حياتهم عشان هم ناجحين يبقى لازم يكون عندهم شغف. قالوا لي أصلا إنه صعب جدا تلاقي شغف وأنت بتعمل حاجة مرهقة، بس أنت لازم تعملها عشان أنت عايز الطريق ده، أنت عايز تنجح وعايز توصل، فأنت لازم تعملها. المفاجأة اللي كانت بالنسبة لي إنه الناس كلها بتشتغل من غير شغف، الناس كلها بتشتغل من غير ما تدور على إنها متحفزة ولا لأ، على إنها قادرة تشتغل ولا لأ. بشتغل لإنه أنا عندي discipline وعندي انضباط، أنا منضبط بحاجة لازم أخلصها، أنا منضبط بشغل ورايا لازم أعمله، ويعني باحاول على قد ما أقدر إن أنا باقلل خساير وسط الإمكانيات إن أنا أعمله، إنه لازم على قد ما أقدر أبقى خارجة من الفترة دي عاملة كل اللي عليَّ. طب أنا مش قادرة، طب أنا مرهقة، طب أنا ما عنديش طاقة، ما أنا قُلت لكم هو ما فيش حد عنده طاقة، مش شرط عشان تذاكري يبقى عندك طاقة، لأ أنا بس الفكرة إن أنا لازم أذاكر. طب ما فيش power، إيه المشكلة؟ عادي يعني الناس كلها ما عندهاش شغف ومكملين في الحياة، الناس كلها ما عندهاش حاجة ومكملين في الحياة، أنت بس بيكون عندك حلم مؤمن بيه وعايز توصل له، يكون عندك انضباط، بس كده. لازم يبقى عندك هدف أنا حاطه قدامي دايمًا، كل ما أحس إن أنا مش قادر لازم أبُص للهدف ده واستمد منه قوتي. فما تخلّوش حد يضحك عليكم ولا على عقلكم ويقول لكم أنت لازم يكون عندك شغف وأنت بتذاكر، ويقعد بقى يحفزكم، والتشجيع اللي إحنا بنسمعه على الفاضي ده، ما فيش حاجة اسمها كده. أنا عندي هدف مؤمن بيه وعندي قناعة إن أنا بإذن الله هاوصل، منضبط هتوصل بإذن الله. أوجد لنفسي أي حاجة تخلّيني أقوم، أوجد لنفسي أي سبب وأي مبرر يخلّيني أقوم من على السرير أشوف اللي ورايا. السؤال التاني، هل لو بدأت هالحق؟ السؤال ده صدّعني من أول السنة. عارفين إن في ناس من شهر 9 بتسأل السؤال ده؟ يعني مثلًا في ناس بادئة في 8، ففي ناس بتكلمني في 9 إن هم هل لو بدأت الحق؟ يا جماعة إحنا لسه أصلًا في البداية، خلاص ماشي. شهر 10 هل لو بدأت هالحق؟ يا جماعة ده هم خدوا إيه، خدوا chapter، خدوا نُص chapter، ما خدوش حاجة أصلًا، أنت بس مجرد يومين 2 تذاكر كويس هتجيب كل اللي فات، ما فيش حاجة. شهر 11 نفس السؤال، هل لو بدأت هالحق؟ بالله عليكم بلاش السؤال ده، بجد والله أنت لو بطلت تسأل السؤال ده هتلحق، دي الإجابة بجد، لو بطلت تسأل هتلحق. ليه؟ لإن دلوقتي أنا باسأل هل لو بدأت هالحق؟ باسأل هو أنا ممكن أقدر أوصل زي اللي وصلوا؟ هو أنا ممكن أعدّي اللي فاتني ده؟ طب أنا ممكن أنجزه بسرعة؟ طب هل ربنا هيساوي أكبر حاجة، أكبر كارثة بتتسأل بقى، هل ربنا هيساوي اللي بدأ من أول السنة باللي لسه هيبدأ؟ والله يا جماعة بنتسأل كده. ليه؟ إحنا ليه بنعامل ربنا بالورقة والقلم؟ ليه بنعامله بالحسابات؟ أنا عملت كذا فادّيني كذا، أنا ما عملتش كده فمش هاخد كذا، أنا ناقص 1، 2، 3 اتأخرت شهر أو 2 أو 3 عن اللي هم عملوه، يبقى خلاص يبقى أنا أكيد مش هاسبقهم. لأ هتسبقهم وهتعدّيهم كمان، بس أنت قوم اشتغل بقى، قوم شوف اللي وراك، اعملوا لنفسكم جدول وانتظموا عليه، جدول إن أنا جدول مكثف. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أمّا تضغط نفسك أسبوعين والّا حاجة وتخلّص كل حاجة؟ إيه المشكلة أمّا تنجز كل اللي وراك في أقل وقت؟ إيه المشكلة أمّا تحاول تضغط نفسك وتيجي على نفسك عشان تعدّي الفترة اللي فاتت دي، وتحاول إن أنت تكمّل صح في اللي جاي وتكنسل كل اللي فاتك؟ إيه المشكلة؟ اضغط نفسك واعمل لنفسك جدول صعب، اعمل لنفسك جدول واضغط نفسك. ما تقولش لحد اعمل لي جدول، ما حدش عارف مواعيد دروسك، ولا حد عارف أنت بتقدر تذاكر قد إيه وتستوعب قد إيه بسرعة، ما حدش عارف أنت بتنام إمتى، ما حدش عارف أنت بتحب تذاكر وبتفضّل أوقات إيه. الحاجات دي كلها أنت لازم تكون عاملها لنفسك، أنت لازم تكون مخطط لنفسك وعامل لنفسك جدول ومنظّم أولوياتك ومنظّم التزاماتك، كاتب المواد بتاعتك كلها ومقسّمها. أنت اللي تكون عامل الحاجات دي كلها، ما تستنوش حد من برّه يعمل لكم الحاجات دي. لا أنا ولا غيري عارفين أنت استيعابك إيه وإمكانياتك إيه وقدرتك إيه وطاقتك إيه. الموضوع ده محتاج بجد إنه الإنسان يكون أول حاجة صريح مع نفسه وواضح مع نفسه، أنا قدّامي إيه وقدّامي وقت قد إيه، طب اللي فات قد إيه؟ اللي فات ولا حاجة، ولا حاجة والله العظيم قدّام اللي جاي. دايمًا كده قُلنا الشاطر مش اللي بدأ بدري، الشاطر اللي بدأ وكمّل. يعني ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. في ناس سبقت بس هتيجي شوية وهتقع، هتيجي شوية وهتقف. أنت بقى لو بادئ من بدري كمّل يا بطل، لو أنت لسه هتبدأ إيه المشكلة، إيه المشكلة؟ ما تحاول أنت
تجمع كل اللي فات وتموف اون بسرعه من اللي فات خالص وتركنه على جنب وتكنسله، وافتح صفحه جديده مع نفسك ومع ثانويه عامه. افتح صفحه جديده مع حياتك، ان انا لازم اعمل كذا بغض النظر عن كل المشتتات اللي حواليك وكل الظروف اللي وقفتك. خلاص لسه بكلمكم دلوقتي وقاعدة القرآن الكريم شغاله بره. سمعت آية ايه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. مش كل اللي فاتك انت حسيت ان هو انت خسرته فانت فعلا خسرت، فانت ممكن تكون ما خسرتش ولا حاجه. مكسبك ان هو عداك، ممكن يكون فعلا مكسبك ونجاتك ان الفتره دي عدتك، مفيش مشكله. ولا تفرحوا بما اتاكم. الناس بقى اللي شايفه نفسها بقى وقويه ومش عارفه ايه، ما تتغروش، ما تقولوش انا خلاص بقيت كويس ونجحت ومش عارفه ايه، لا. فهي العبره باللي جاي ان شاء الله، لو العبره بالخواتيم خلاص اختمها صح واختم الترم الاول صح. وحاول ان انت تعمل كل حاجه كده بسرعه. انا عامله جدول محترم لم الفصل الاول والتاني في الاحياء، وبشرح لك كل حاجه بكل التريكات بكل حاجه في المنهج. الحمد لله عدد كويس جدا جدا اشترك معايا الحمد لله، وهنعمل ان شاء الله السلسله دي مره تانية. هسيب لكم الارقام تحت في الديسكربشن، كلموا التيم متعاون جدا بيرد بسرعه وبيفهمكم هتعملوا ايه وبيدخلكم على الكورس على طول. احنا ان شاء الله هنبدا نعمل خلاص المجموعه التانية في لم الفصل الاول والتاني في الاحياء باذن الله. فكلموهم ولموهم بسرعه، بنقول كل الافكار، بنقول كل الشرح، بنقول كل حاجه، بنوضح كل حاجه، وده كله ب50 جنيه بس. ال50 ده بتاع التيم اصلا، انا ما خدتش حاجه يعني، ده عاملاه عشان التيم اللي معايا، لكن انا لا ما عملتش حاجه. عشان كده بس عايزين تنظيم وعايزين متابعه، فالتيم معاكم. فبجد يا جماعه اهتموا بنفسكم شويه، وكل حاجه سهله وبسيطه بس انت قوم دور وخد الخطوه، والله ربنا هيكرم، والله ربنا هيوفق بجد. يعني بس بطل تسأل هل لو بدأت هلحق، بطل تسأل السؤال ده وهتلاقي بعدها الإجابة، هتلاقي بعدها التيسير. لو انت غيرت السؤال اللي بتسأله من هل لو بدأت هلحق إلى ازاي أبدأ والحق، بجد هيختلف حاجات كتير قوي. ازاي تبدأ تلحق؟ تبدأ ان انت زي ما قلت تعمل جدول، تنظم أولوياتك، تشوف حد شاطر وتصاحبه، أو تشوف حد كويس مخلص أمين عليك وتكلمه وتنيه يحفزك وتنيه يشجعك وتنيه يتابعك ويشوف انت بتعمل ايه ومستمر ولا لا. حد من صحابك، حد من قرايبك، حد من اخواتك، حد من اهلك، اي حد، اي حد امين عليك وهيخاف عليك وهيتابعك كلمه وخليك معاه. وزي ما قلت يا بنات، ما فيش حاجه اسمها شغف، وما فيش حاجه اسمها لازم طموحي يكون على طول كده عالي طول الوقت عشان اقدر اكمل، ما فيش حاجه اسمها كده. الحياه كلها ups and downs، في ظروف كده تقابلك صعبه وفي حاجه كده توقفك، بس العبره بجد والشاطر بجد هو اللي يعمل من المحنه اللي بتمر عليه يخليها منحه، ويحاول ان هو فعلا يبقى كويس واكتف ويتعامل مع اي موقف بيعدي عليه كانه عادي جدا لا شيء، وكمان تمام يكمل بقى في اللي جاي. وربنا يكرمكم يا رب. متنسوش تدعولي وبتسألوا على تفاصيل الكورس، هسيب لكم الارقام تحت. انا بحبكم، مع السلامه.